وراه هاز الرايه ديال المغرب هو والاصدقاء ديالو، وكنتمنوا ان شاء الله نهار الحد يفرحوا الشعب ديالنا والوطن ديالنا والملك ديالنا ورئيس الجامعه ديالنا، كلهم خصو يفرحوا وسيرتو الجمهور المغربي. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم ستاد ماروك مع والد اللاعب الكبير عثمان معمة نجم منتخب الشباب كأس العالم بالشيلي. تحدث الوالد على مسار هذا اللاعب وكيف أنه تزاد في فرنسا ولكنه أحب المنتخب المغربي، واليوم تنشوفوه من أحد نجوم شباب المغرب. ما نحركش لكم الفيديو، تابعوا إلى النهاية ونعود لتحليله. كجميع الاباء اللي عندهم وليداتهم تبارك الله في هذا المنتخب اللي هما ردوا لنا العز، في الحقيقه ردوا لنا العز وهزوا الرايه المغربيه وفيهم روح الوطنيه. عندي غير ولد واحد هو عثمان، ضروري انا كنت كويري ضروري خصني ندخلوه حتى هو باش يتبع هذه المهنه ديال كره القدم، والحمد لله وصل بهذه الكره ديال القدم بالوقت اللي عطى الكره، بالام ديالو كتساندو، خواتاتو عنده خواتاتو كبار منه كيساندوه، وخاصه الام ديالو اللي كتديه الصباح وكتديه 4 الخطرات في لانطرينمون تردو بالرضا ديال امو بالرضا ديالي. الحمد لله راه وصل المنتخب المغربي. لا كبر في فرنسا، انا كنت لاعب اتحاد السموري الخميسات، ومن بعد غادرت المغرب جيت لفرنسا لان الاب ديالي في فرنسا، جيت للعب ولعبت حتى في فرنسا. لعبت ما لعبتش في شي دي كلوب بروفيسيونيل ولكن دي كلوب اماتور، لعبت في دي اشير، لعبت في اكسيلون، لعبت 3 ديفيزيون. من بعد وقع لي حادثه كره القدم في لو جونو غوش، درت سي اوبيراسيون ما كملش الله، وداك الشيء اللي ما كملش الله رديته في ولدي عثمان باش يوصل لي ما وصلتش، والحمد لله ربي ما خيبناش وراه وصل للمنتخب وراه هاز الرايه ديال المغرب هو والاصدقاء ديالو، وكنتمنوا ان شاء الله نهار الحد يفرحوا الشعب ديالنا والوطن ديالنا والملك ديالنا ورئيس الجامعه ديالنا، كلهم خصو يفرحوا وسيرتو الجمهور المغربي العزيز. لذلك بدأ صغيرا جدا في منطقة الجنوب، لعب في آرل، ثم انضم إلى ناديه المكون مونبلييه، حيث قام بكل تدريباته مرورا بكل الأكاديمية. لقد كان محترفا سابقا في خلال عام 2024 في نهاية موسم 2023-2024، وهذا العام تم نقله إلى واتفورد في إنجلترا. عثمان لنقل أن اليوم ذلك بغض النظر عن مهاراته الكروية هو شخص طموح جدا جدا جدا. أعتقد أن اليوم هذه واحدة من أكبر مميزاته، لأنها هي اللي بتسمح له كل عام بالتقدم وتجاوز المراحل والذهاب أبعد في مسيرته ورفع مستواه، خاصة نراه في غضون بضعة أشهر حسنا عندما نراه في كأس الأمم الأفريقية اللي أعتقد أنه قدم أداء جيدا فيها، وها هو الآن يقدم أداء أفضل. هو اليوم أعتقد آمل كان يكون أفضل لاعب في هذه كأس العالم، وأن يكافئ بلقب بطل العالم وأفضل لاعب في هذه البطولة. وفيما يتعلق بالمهارات الكروية فإن أبرز مهاراته هي تأثيره البدني، لديه حقا تأثير بدني كبير، لديه تقنيا هو فوق المتوسط بكثير. كل ما يمكن يقوله معناته أنه لاعب متكامل إلى حد ما، يعرف كيف يسجل، يعرف كيف يصنع الأهداف، يعرف كيف يدافع. لذا أعتقد أنه لاعب متكامل يتقدم من سنة إلى أخرى. لذا بصراحة ما أعرف أين ستكون حدوده، وأعتقد أن الأفضل قادم له. أنا متفائل نوعا ما. أعتقد أن هذا الفريق ليس عندي خوف. لقد تمكن من أظهر منذ بداية المنافسة من هو المغرب. لقد رأوناه أمام إسبانيا، أمام البرازيل، لقد لعبوا بدون تعقيد. وأعتقد أن اليوم يجب على الأرجنتين أن تخشى المغرب أكثر من أن يخشى المغرب الأرجنتين. لذا أنا متفائل نوعا ما. أعتقد أن عندهم فرصتهم إذا لعبوا كما لعبوا منذ بداية المنافسة. هم أعتقد أنهم يمكنهم فعل شيء مثير للاهتمام.
إذا كما شفتوا فيديو لوالد عثمان معمة ويتحدث على مسار ابنه الكروي، وقال أنه كان لاعب في اتحاد سيدي قاسم ولكن هاجر إلى فرنسا لأن الوالد ديالو كان في فرنسا كمهاجر، وتزاد عثمان في فرنسا وكانت الوالدة ديالو هي اللي تتخذوا التمارين، وبالتالي وصل إلى هذا المستوى وأصبح لاعب كبير في المنتخب المغربي. وهنا تلاحظوا أن عثمان تزاد فرنسا ولكن العائلة خلته ديما محب للمغرب وللمنتخب المغربي، واليوم تنشوفوه من كبار اللاعبين القادمين في المنتخب المغربي، ولما لا نشوفوه مع وليد الركراكي قريبا ان شاء الله. اذا هذا اللاعب لاعب كبير، وتحدث الوكيل الاعمال ديالو انه لاعب تحديات، ووصل واتفورد هذا الفريق الكبير اللي تيلعب في الدوري الدرجة الأولى الإنجليزي. هذا الفريق غيزيد من إمكانيات عثمان معمة، ولاحظنا هذا الشيء خاصة في كأس إفريقيا كان مستوى متوسط، اليوم تنشوفوا مستوى عالي، مستوى كبير تقدم عثمان معمة مع المنتخب المغربي للشباب. إذا موعدنا هو نهائي كأس العالم، ونتمنى عثمان معمة يسجل هدف الفوز أو هدفين لما لا، فالمغرب غيعول على هذا اللاعب قادر على تسجيل أهداف وخلق الفرق بين المنتخب المغربي والأرجنتيني. ونتمنى صادق فوز المنتخب المغربي بكأس العالم، لا نريد وصافة بل نريد الكأس. إذا نتمنى التوفيق لوليدات وهبي في ليلة الاثنين إن شاء الله، سنحتفل جميعا بفوز المنتخب المغربي بكأس العالم. إذا لعجبكم الفيديو ما تنسوناش واحد لايك، بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء، وأيضا كتبوا لنا واحد تعليق محفز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.